السلام عليكم ورحمة الله. هنقارن النهارده بين عربيتين منتشرين جدًا في الشارع المصري عندنا، تقريبًا ما فيش شارع إلا لمّا تلاقي فيه العربيتين دول. العربيتين ناجحين جدًا في السوق ومطلوبين جدًا في إعادة البيع والشرا، وهي عربيات عملية أعطالها قليلة. هنتكلم عن العربية اللانسر بومة 2008 والماتريكس 2008. هنتكلم عن مواصفات العربيتين وحضراتكم لكم الحكم في الآخر. بس قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا، لو أنت أول مرة تشوف قناتنا يا ريت تشرفنا باشتراكك معانا في القناة ولايك لفيديوهاتنا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد منا بإذن الله. يلا بينا نبدأ حلقتنا مع بعض. أول عربية معانا هنبتدي باللانسر البومة. العربية اللانسر البومة بالتحديد بدأت ظهور في السوق من 2004 لحد 2014. العربية نزلت بالشكل اللي قدام حضراتكم دوت. اللانسر بومة طبعا من العربيات المكتسحة جدا في السوق المصري. العربية بدأت ظهور من 2004 لحد 2014 تقريبا نفس الشكل، ما اتغيرش فيه غير حاجات بسيطة في التصميم من بره وحاجات بسيطة في العدادات. العربية بينزل منها نسختين، نسخة 1300 بقوة 78 حصان ونسخة 1600 بقوة 105 حصان. العربية بينزل منها النسخة الأوتوماتيك والنسخة المانيوال. تصميم العربية اللانسر من الخارج يميل للناحية الرياضية شوية. العربية تصميمها مميز بين المنافسين بتوعها اللي بنفس الفئة السعرية. العربية الشكل بتاعها الخارجي شفناه متكرر في موديلات تانية زي النيسان صاني موديل 2010 و2011. نفس شكل الفوانيس قريبة جدا من اللانسر بومة. تصميم العربية من الداخل تصميم بسيط جدا مميز. لمسات الجلد اللي موجودة في أعلى الطابلو جلد طري، الخامة بتاعته كويسة جدا، والجلد اللي على الأبواب، طعمات القماش اللي في الأبواب. العربية بشكل عام تصميمها من الداخل شكله مميز جدا وبسيط وجذاب. الخامات بشكل عام جودتها ممتازة جدا في العربية ديت. مساحات العربية من الداخل تعتبر معقولة مش وحشة، بس مشكلتها المساحات من الخلف تعتبر ضيقة شوية، لأن نفق الفتيس ورا اللي في نص الكنبة الخلفية يعتبر عالي، فده ممكن يضايق الراكب الخلفي شوية. لو جينا اتكلمنا عن مميزات اللانسر البومة، أهم مميزاتها إنها تعتبر اقتصادية في البنزين، عربية عملية جدا أعطالها قليلة خاصة النسخة ال 1300 منها. جودة الخامات من جوه خاماتها كويسة جدا بالنسبة لمنافسينها. ثبات العربية تعتبر ثابتة بشكل كبير جدا على السرعات، ثباتها ممتاز جدا، يعتبر من افضل الثبات اللي في الفئه ديت. العربيه طبعا فيها وسائل امان اي بي اس واي بي دي، فيها 2 ايرباج. طبعا عوامل الامان دي مهمه جدا، من الحاجات المهمه جدا في اي عربيه. وطبعا توفر قطع غيارها واسعارها كويسه مش غاليه. وإعادة البيع مطلوبة جدا، في إعادة البيع سهل جدا إن أنت تبيعها وممكن تكسب فيها كمان بسهولة. عفشة العربية برضو تعتبر مريحة وطرية شوية مع المطبات. لو جينا اتكلمنا عن عيوب اللانسر البومة، طبعا من أبرز عيوب اللانسر البومة هو حساس الأيدل، بيحتاج إن أنت تعمل له صيانة باستمرار وتنضفه، لأن ده من الحاجات البارزة جدا في اللانسر البومة. زي الشيفروليه الأوبترا برضو نفس المشكلة. العزل في اللانسر البومة مش أحسن حاجة، صوت الموتور بيبقى عالي جدا من جوه. ومن أبرز برضو العيوب فيها الشنطة بتاعتها من خلف ضيقة شوية، ومساحات الجلوس من خلف ضيقه طبعا، لان نظرا لنفع الفتيس بتاعها عالي شويه زي نظام العربيات الاوكتافيا. مشكله العربيه دي برضو تعتبر واطيه شويه مع المطبات، بس ده يعتبر يديها ثبات في السرعات العاليه. امتى تشتري العربيه ديت؟ لو انت شاب بتروح الجامعه او عايز مشاوير فرديه، العربيه ديت هتبقى كويسه جدا ليك. عربيه شبابيه اكتر من ان هي عربيه عائليه. طبعا يا جماعه الاسعار طبعا من وقت تصوير الفيديو ليه بعد كده الاسعار بتختلف، خاصه الفتره ديت مفيش استقرار في الاسعار. بس حاليا اسعار اللانسر البومة 2007 بتبتدي من 200,000 لحد 270 و280,000 للاسف. نيجي بعد كده للعربية الهيونداي الماتريكس. طبعا الماتريكس من العربيات المميزة جدا في الفئة بتاعتها، عربيات محترمة جدا، عربيات أعطالها قليلة. بدأت الماتريكس في السوق سنة 2001 لحد سنة 2010، طبعا مع اختلاف الشكل على مدار السنين. يعني من 2001 لحد 2005 نزلت بالشكل اللي قدام حضراتكم دوت. ومن 2005 لحد 2008 بدأ يحصل فيها تعديلات وتغييرات في الشكل الخارجي زي الصورة اللي قدام حضراتكم ديت. تغيير في عدسات الفانوس نفسه، تغيير في حجم الشبكة الأمامية. ومن سنة 2008 لحد 2010 اتغير الشكل بنسبة كبيرة، زي طبعا شكل الفانوس ككل اتغير مع اختلاف الشبكة الأمامية بالاكسدامات الأمامية، حتى الاكسدامات الخلفية فيها عواكس من الأسفل. الماتريكس بتنزل بمحرك 1500 سي سي ومحرك 1600 سي سي، بس أكترهم انتشارا في مصر المحرك ال 1600. العربية طبعا في منها النسخة المانوال والنسخة الأوتوماتيك. تصميم العربية من الداخل تصميم بسيط جدا مميز، بس للأسف الخامات الداخلية في الماتريكس مش كويسة. البلاستيك بتاعها خامته ناشفة شوية، ممكن مع الاستخدام أغلبها بيتكسر. طبعا بتختلف من استخدام من شخص لآخر. طبعا لو جينا اتكلمنا عن مميزات الماتريكس، عربية تعتبر أعطالها قليلة، من العربيات العملية جدا والاقتصادية
العربية توافر قطع غيارها يعني لدرجة إنك ممكن تركّبها على قطع غيار تانية بسبب إن هي منتشرة جدًا، أسعارها كويسة مش غالية، أسعار قطع غيارها كويسة مش غالية. العربية المساحات من جوّه واسعة جدًا، تصلح لعائلة كبيرة. العربية فيها سماعات في الأبواب الخلفية، دي مش موجودة في اللانسر البومة، طبعًا بيوزّع معاك الصوت أفضل شوية من البومة. لو جينا اتكلمنا عن عيوب الماتريكس، في حاجة مختلفة طبعًا في العربية الماتريكس، اللي هو طبعًا تصميم تابلوه العربية، حاطّه في نُص تابلوه العربية، طبعًا زي العربية التويوتا اليارس نفس الفكرة، بس أنا شايف إن دوّة بيشتت رؤيتك، يعني مدى النظر بتاعك المفروض يكون يعني متركّز في جهة واحدة. أنا شايف إن هو لو موجود على مستوى النظر بتاعك كان هيبقى أفضل، اللي هو فوق الدركسيون المكان المعتاد بتاعه. العربية تعتبر واطية شوية على الأرض، فطبعًا دي تحُك معاك في المطبات. مساحات الإزاز في العربية ديّة كبيرة جدًا، يعني الإزاز بتاع العربية كبير، يعني الإزاز بتاع العربية كبير، ممكن اللي قاعد في الصالون بيبقى جزء كبير منه مكشوف. طبعًا خاماتها من جوّه مش أفضل حاجة، بس في المُجمل هي عربية عائلية، واسعة، مريحة، عربية عملية، قطع غيارها متوفرة. العربية في إعادة البيع مطلوبة برضه بشكل كبير جدًا. طيب إمتى تشتري اللانسر بومة وإمتى تشتري الماتريكس؟ تشتري اللانسر بومة لو أنت شاب أو أنت ما عندكش أسرة كبيرة، أسرة صغيرة، اللانسر بومة تبقى كويسة ليك، هي الناحية الشبابية أكتر من الناحية العائلية. تركب ماتريكس لو أنت عندك أسرة كبيرة، العربية الماتريكس هتبقى كويسة جدًا ليك. عربية الاتنين يعتبروا نفس توافر قطع الغيار ونفس المميزات والكماليات، وبرضه الاتنين مطلوبين جدًا في إعادة البيع، بالرغم من العربية اللانسر البومة عربية ياباني، والعربية الماتريكس طبعًا عربية كوري. طبعًا سعر الماتريكس حاليًا بيبتدي من 180 و190 ألف لحد 200 و250 ألف، طبعًا على حسب حالة العربية والموديل. وبكده يا جماعة تكون خلصت معانا حلقتنا، أتمنى إن الحلقة تكون عجبت حضراتكم. أشوفكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.